مهمة، راجيا منها أن تصدر عنها قرارات وتوصيات تفتح أبوابا من التضامن والتكامل والعمل الجاد المثمر في وحدة الصف العربي. وإنني لا أتطلع أن يكتب لقمتنا هذه القمة المنعقدة في بغداد النجاح والتوفيق، وأن تدرس على معظم القضايا العربية البالغة الأهمية التي تتصل في مجملها بحاضر عالمنا العربي ومستقبله، كما نرجو منها أن تصدر منها قرارات وتوصيات تفتح أبوابا من التضامن والتكامل والتعاون الجاد المثمر ووحدة الصف العربي. تلك القرارات والتوصيات التي ستلعب دورا هاما وحيويا في مواجهة التحديات والصعوبات التي تواجه أمتنا العربية في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها شعوبنا العربية، وتمهد سبيل التطور وتزيل الصعوبات والعقبات أمام أجيالنا القادمة إن شاء الله. أعرب الرئيس التونسي المنصف